يلا رجيم يا ولاد. يلا رجيم الاسبوع التاسع. الاسبوع التاسع كده تمنا كام؟ شهرين واسبوع اللي جاي علينا. طيب الاسبوع التاسع بقى هنتكلم عن ايه؟ فاكرين الاسبوع الايه الثامن؟ كنا بنتكلم عن ايه؟ الاسبوع بتاع الكيوي، بتاع صدور الفراخ وبتوع التونة. هنعمل بقى الاسبوع التاسع. اتمنى يكون في حد معايا بيتابع، اتمنى يكون الناس عندها تشالنج وقوة وتحدي ان هي توصل للوزن اللي هي عايزاه. اتمنى يكون الناس بتستفيد. طبعا انا بفيد نفسي اولا واخيرا انا هستمر ان شاء الله على الرجيم، وان شاء الله تبقى النتيجة كويسة. طيب الاسبوع التاسع بقى هنتكلم عن ايه؟ الفطار والغدا والعشاء لمدة 4 أيام. 4 أيام اللي أنا هقوله دلوقتي لمدة إيه؟ 4 أيام عبارة عن إيه؟ الفطار زبادي مع خيار، أو زبادي مع سلطة بمعنى أصح، أو جبنة بطماطم. جبنة طبعا بتشبع زي ما قلت قبل كده، وبتدي كمية كبيرة في الطبق اللي هي بالذات الجبنة القريش. او 2 بيضة مسلوقة. فلازم انت تنوعي وتنوعي عن الايه الاسبوع اللي قبليه. تمام. واللي هتعملي الاسبوع ده ما تعملوش الاسبوع اللي بعديه، فلازم تنوعي وتدخلي على جسمك حاجات مختلفة، اشكال مختلفة من الاكل، علشان ما الذاكرة بتاعته ما تعملش ايه تحفظ، وبالتالي انت ما تنزليش بعد كده. الفطار معاه شاي بلبن او نسكافيه باللبن زي ما كنا بنعمل قبل كده. طيب الغدا اي نوع لحوم مسموح باي كمية، اي كمية لحمة. اللحوم هنا بمعنى ايه بقى؟ الاسبوع اللي فات كان ايه؟ صدور فراخ او تونة او سمك، لكن هنا رجعنا تاني حطيناها ان جنرال اي كمية من الفراخ. طبعا احنا يعني نص فرخة، 3 سمكات مشوية، 2 ستيك او 2 ستيك مشوي طبعا، زائد خضار، زائد سلطة. وقلنا قبل كده برضو الخضار الني في ني يا جماعة ما بيتعملش بشوربة، او ما بيتعملش بمرق الدجاج تماما، بيتعمل بالمية ومعاه معلقة زيت. بتقلي في الزيت عادي بمعلقة صغيرة او معلقة يعني متوسطة، وتبدأي تعملي اكل بتاعك من غير اي حاجة دهون، دهون فراخ او دهون لحمة او whatever، مفيش. تمام. وزي ما قلنا ان الخضار المتوفر في السوق موجود كتير، عندك ملوخية، عندك خبيزة، عندك سبانخ، عندك كوسة، عندك فاصوليا خضراء، عندك انواع كتيرة قوي من ال الخضار المتوفر في الشتاء. خضار الشتاء كتير، فكل يوم ممكن تطبخي صنف وتعملي لنفسك كده اكياس جاهزة كل اكلك، بحيث ان انت تاخدي الكيس ايه في 5 دقايق بتعملي اكلك. العشاء، العشاء زي الفطار، زبادي مع خيار، جبنة بالطماطم، او جبنة بالطماطم طبعا، او 2 بيضة مسلوقة معاه شاي بلبن. خلاص كده. النظام ده لمدة ايه؟ 4 ايام. وبعدين هنمشي على النظام التاني. نمشي على النظام التاني. النظام التاني مشينا عليه قبل كده، وكنا بنقول فيه ان الفطار بس هو اللي فيه نشويات. هو شكل النظام الاول، بس هو ايه الفرق؟ ان احنا بنمشي على نشويات في الفطار بس. يعني ايه؟ بناخد في الفطار نص الرغيف بتاعنا او الرغيف السن، خلاص، وبناخد معاه ال2 بيضة او قطعة الجبنة القريش او اللايت او 2 شيدر، ومعاها شاي بلبن. بالنسبة للغدا وبالنسبة للعشاء مفيش نشويات تماما. الغدا معروف زي ما احنا السيستم بتاعنا: نص فرخة مشوية، 3 سمكات مشوية، 2 ستيك مشوي، وخضار وسلطة خضراء. والعشاء ايه؟ 3 ثمرات فاكهة او 2 زبادي او قطعة جبنة قريش معاها نص رغيف. لا سوري، مفيش نص رغيف هنا، نص رغيف بس في النظام التاني في الفطار بس. طيب هنا بقى ايه الفرق بين النظام التاسع والنظام الثامن؟ النظام الثامن كان فيه ايه يا جماعة؟ كان 3 ايام مفيش ولا لقمة نشويات، وبعد كده النظام الاول. طيب هنا بقى عملت ايه؟ هنا انا منعت الجسم في 6 ايام من النشويات الا في الوجبة الاولانية بس. يعني اول 4 ايام مفيش نشويات تماما، وحطيت له نشويات في ايه؟ في الوجبة الاولى اللي هي الفطار في اخر يومين بس. فكده انت بتلعب بايه؟ لعبنا بالنشويات. السلاح الاخير اللي هو في النظام التاسع ده لعبة على النشويات، لعبة على النشويات. لكن في النظام الثامن كان لعبة على ايه؟ على صدور الفراخ وعلى التونة وعلى السمك، نوعية البروتين اللي انت هتاخده سلاح. خلاص. ولعبنا على الكيوي. كيوي كان جديد اول مرة نستخدمه، فخدي بالك من النقطة دي كويس قوي.
طيب ده النظام التاسع. اتمنى برضو الناس تكمل، لو في حد بيعمل رجيم اتمنى الناس تتشجع. رمضان ليه رجيم خاص بيه واكيد هقوله، ورمضان هيبقى اسهل شهر في الرجيم واكتر شهر بيجيب نتائج. فاتمنى ان الناس اللي خايفة من رمضان، بالعكس رمضان شهر حلو جدا. هو اوريدي انت بتصوم 16 ساعة، اكيد 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 ده صيام متقطع. بس المهم ان انت بعد ما تفطر هتعمل ايه، بس هي دي التركة. هتعمل ايه في الفطار وفي السحور، دي التركة. لكن هو كنظام، نظام صحي جدا، نظام بيجيب نتائج كويسة جدا للناس اللي عايزة تحافظ على وزنها والناس اللي عايزة تخس كمان. تابعوني، شجعوني، واللي عايز حاجة يقول لي في الكومنتات، ولو في كلمة تشجيع تبقى يا ريت. شكرا. يلا رجيم يا ولاد، يلا رجيم يا ولاد، يلا see you soon، باي باي.